بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس 27 من دروس كتاب علم التجويد للشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله تعالى، ضمن مقرأة أهل الله الإلكترونية في الشمال السوري بعنوان الإخفاء. الإخفاء كما علمنا هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. تعريفه لغة هو الستر، أخفيت الشيء أي سترته وخبأته. اصطلاحا هو النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. بصفة بين الإظهار والإدغام تكلمنا سابقا أن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة، أي إخراج حرف النون الساكن أو التنوين حرف الإظهار الذي يليه. والإدغام هو إدغام حرف النون أو التنوين بالحرف الذي يليه من أحرف الإدغام. قال الإخفاء هو بين هذا وذاك، بين أن تظهر الحرف وبين أن تدغمه إدغاما كاملا أو ناقصا في الحرف الذي يليه، هو بين هذا وهذا، عار عن التشديد. مر معنا في الإدغام عند إدغام الراء، عند إدغام اللام، عند إدغام الميم النون، تتولد تشديد من الإدغام. أما في الإخفاء فلا يتولد هذا التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الحرف الأول مقصود به النون الساكنة أو التنوين، وقلنا أن الغنة هي ملازمة لحرفين النون والميم في جميع حالاتهما، ومن حالاتهما الإدغام والإقلاب والإخفاء إلى آخره. شرح التعريف: إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الهجائية أي الباقية بعد الإظهار والإدغام والإقلاب، فيجب إخفاء النون الساكنة أو التنوين مع بقاء الغنة فيهما. ويسمى الإخفاء الحقيقي تمييزا له عن الإخفاء الشفوي الذي هو من أحكام الميم الساكنة. حروفه مجموعة في أوائل هذا البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أوائل هذا البيت هي 15 حرفا لحروف الإخفاء. مثلا عندنا حرف الصاد: من صدقة، وهنا نرى أن النون أصبحت بين الإظهار وبين الإدغام، فلا أنا أقول من صدقة بإظهارها ولا من صدقة بإدغامها، وإنما بين هذا وذاك. من صدقة. مثلا الكاف فمن كان، فلا أقول فمن كان أو فمت كان إظهار أو إدغام، وإنما بينهما فمن كان. مثلا السين: ولئن سألتهم، لا أقول ولئن سألتهم ولا إس سألتهم، وإنما ولئن سألتهم، إلى غير ذلك من الأمثلة. الملاحظة الأولى: كثير من الناس عند نطقهم بالإخفاء يلصقون اللسان بأصول الثنايا ثم يغنون، وهذا خطأ ويسميه إظهارا بغنة. عند نطقنا قول الله سبحانه وتعالى مثلا أنزل، فبعض القراء يقرأ أنزل يظن أنه يخفي وبالحقيقة أنه يظهر، يقول أنزل، فهذا إظهار بغنة وهذا خطأ، وإنما الصحيح أنزل. هناك فرق بالصوت بين أنزل وبين أنزل. مثلا ومن ضل يقول ومن ضل، وهذا خطأ، وإنما الصحيح ومن ضل. الملاحظة الثانية: تجب مجافاة اللسان قليلا عن مخرج النون عند الإخفاء، وتتفاوت هذه المجافاة بين حرف وآخر، ويعرف هذا التفاوت من نطق المشايخ المتقنين. وينبغي أن يوضع اللسان عند مخرج حرف الإخفاء متجافيا عنه قليلا خشية الإظهار، ثم يترك المجال لغنة النون لتخرج من الأم. المقصود في هذه الملاحظة أن اللسان يجب أن يتجه باتجاه مخرج الحرف الذي نخفي عنده. عندنا 15 حرفا، ينبغي أن يذهب اللسان إلى مخرج الحرف الذي نخفي عنده. مثلا أنا الآن أقرأ عند من ظهير، كلمة من ظهير أنا أخفي النون عند حرف الظاء، والظاء يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا، مع أطراف الثنايا العليا، فهنا يجب أن يكون مكان اللسان عند النطق بالإخفاء.
من ظهير من ظهير. تهيئة للحرف يجب أن أتجه باللسان إلى مخرج حرف الضاء. مثلا أنا أخفي الآن عند حرف الفاء عاقرا فهب، فهنا مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فأقرأ عاقرا فهب. هذه الشفة السفلى تتجه إلى أطراف الثنايا العليا، عاقرا فهب. فليحذر القارئ من إلصاقهما التصاقا كاملا إلا في القاف والكاف. في القاف والكاف يغلق المخرج بشكل كامل، أما باقي الحروف فيلامس ملامسة. الملاحظة الثالثة إن الغنة تتبع الحرف الذي بعدها ترقيقا وتفخيما، فالغنة في مثل من ديارهم مرققة بينما من قرن مفخمة. وحروف الاستعلاء كما نعلم أنها خص ضغط طذ. نخرج الخاء والغين ونخرج الخاء والغين ثم يبقى عندنا الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، وهذه ينبغي أن نفخم الغنة عند أحد هذه الحروف. مثلا من قرن من قرن، نلاحظ هنا أننا فخمنا الغنة أيضا تهيئة للحرف المفخم الذي هو القاف. وفي مثل قوله تعالى من ديارهم، إنما أرقق الغنة لأن حرف الدال من أحرف الترقيق. من ديارهم، نلاحظ أن صوت هذا الإخفاء يختلف عن صوت هذا الإخفاء. مثلا هنا ومن تكون، هذا حرف التاء مرقق، ويختلف عن ومن ضل. الملاحظة الرابعة: بعض الناس يخرج غنة الإخفاء من الفم كاملة، فيتولد بسبب ذلك حرف منطوط مثل من شيء، فيلفظونها مي شيء. وكما نعلم أن الغنة تخرج من الخيشوم، فإخراجها من الفم هو خطأ، كان أقول مي شيء. في الواقع أنا أخفي النون ولكن أخرج غنتها من الفم، فيتولد بسبب ذلك حرف سواء واو أو ياء، وهذا خطأ. مي شيء، وإنما من شيء. الملاحظة الخامسة: ينبغي أن يتنبه القارئ إلى أن الغنة في الإخفاء إنما تكون في النون أو التنوين، وأما حرف الإخفاء فلا ينبغي أن تسحب الغنة عليه، وخاصة في حرف الذال مثل من ذا الذي. كان أقرأ مثلا من ذا الذي ذا وهذا خطأ، وإنما الغنة في حرف النون والغن في حرف النون فقط، وزمن الإخفاء فقط. أما حرف الإخفاء مثلا الذال مثلا الثاء إلى آخره فلا ينبغي أن تسحب الغنة عليه، كأن أقول من ذا ذا وهذا خطأ، وإنما من ذا الذي، مثلا منثورا، والخطأ منثورا هذا خطأ، إنما الصحيح منثورا شهيدا ثم إلى آخره. الملاحظة السادسة: على القارئ أن يحذر مما يقع فيه كثيرون في نطقهم للإخفاء مثل كنتم، فيبالغون بضم الشفتين عند الكاف ولا يتقنون إعادتهما مباشرة إلى هيئتهما الطبيعية، فيقعون في توليد حرف زائد وهو الواو، فيصبح مثلا كلمة كنتم تصبح كنتم، وهذا خطأ، وإنما الضمة هي للكاف وللتاء، أما الغنة بينهما لا تحتاج إلى ضم الشفتين، كان أقول كنتم هذا خطأ، والصحيح كنتم بضم الكاف ثم إرجاع الشفتين إلى هيئتهما الطبيعية ثم الضم عند التاء. وأيضا منكم فينطقونها منكم بالمبالغة في الكسر أو في الإخفاء، فيتولد حرف مد وهو الياء. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.